Keren Sayop إلا كرنكم كرن سيوب تام كرنكم كرن سيوب تلفزيون أسنا بعرب سات بعد 4 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعات وسنبنيش تتقدم تقدي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم حيثما تنسيتنا يوم 3 ديسمبر سنة كل 2010 حتى جماعتو كان يوم كرين سيوب قلنا بتخبارك لك راقلكم di Batobia مدينة أديس أبابا لعلى مكتب وقلة مفوضية لاجين يونيت HCR ومكتب لاجين عايدين ARRA سبت دبام قلة دي بأديس أبابا لهلو أريتريين لاجين زيادكم شاكل يوم الأريتريين من أديس أبابا حبروم اللهم كل وقت مكتب من نحل في الجماعات يوم 26 نوفمبر كم سلدبو عند أكدو الأريتريين di Batobia إقامة لاجئين عند تهيبو نبر العلو والسلسلة دولة إقل سافرو لطفنات أجراءات واديام العلو كمتم هذا لكن مسلدبتنا إلي مكاتب لبلطفنات أقبو يقبل على إجراءات اذكرهمكم هلا أكدوم مدبوتنا إلى مكاتب لب يونيت HCR السلسلة دولة لتوطنوا وفيزا السفر لتلتاكو العلو إريتريين ما تأثير وادتمكم هلا تأمرام مدبوت مكاتب مفوضية لاجين وعايدين منظمة مجلس كران اقل دولو تلل بالحقيقي للسمع من محلام اقل مي فاجأتكم دبا لكن لتأمرت لبوم مكاتب لاجين منظمة مجلس كران وقلت لجنات امن حكومة فدرالية إثيوبيا كم دبا التوتو تتهدق الحلام حسب تنسيتنا يقول يوم دولي الأخبار دي بالله تام هلام مثل كرين سيوب تلليكم حسب تنسيتنا يوم كل وقت موضوع لطباتنا هم هتامكم هلينا سلف برنامج مسؤول منتو سهم لك كل وقت معلمين يه حنتيلة بالرئيس دسالة برهت لأدالي موضوع أولا كفال كلام موضوعنا عودة حضرت حالة إثيوبيا عسكريين وسياسة لا خصيص تحليل رئيس الجبهة الوطنية الإريترية للتغيير السيد آدم حاج موسى لا قدم يؤجل هاللجناتو أذي برنامج مسؤول منتو أجل نتعدي مسؤول منتو مرحبا بكم حيثما تنسيت برنامج مسؤول منتو أتلنا يوم برنامج مسؤول منتو سهملا كل وقت معلمية حنتي لا تبلا رئيس دسالة برهت لأدالي موضوع أولا كفال قلنا قدم قلكم تو ما تابعتكم إنسان
لبزها وقت استاذ معلم أو مدرس دولن قلت مدرسة مهرة أكاديميات للهيبونا معلمين أو مدرسين لا تنحسبهم تعليم أو مهرة، لكن اللي بيفصل ندقسينا للنسولية يكون أمان تام اللي بيفصل ندقسينا لتهيبنا حدود تعليم أو مهرهم لدي بحياتنا أنبل نزمت قبي لنركب تعليم وتجارب حياة بزه اللي كتبيه تعليم وأهميته وتعليم من آلة ركب دي بقول هدا بيكون اتحياتك كل اوت لقفت يوم واسماء يوم احد لمثل كل اوت معلمين على وقليم لورات منهم ابن بزمت قبي اتفسل ادرسين نتقبي لقفتي ولا حشمو مدرسي علام لكن ابني او اتفسل ادرسين دي قبي استاذ او معلمنا كل مجتمعنا لعلاتهم اللهم كل اوت معلمين يا اسماء احد سبت مثل يكون للتشابهم اتحياتهم لسادة في يوم اكوي بكت او اكوي سهما حد مثل كليتهم ادريس محمد علي لتبهلهم فنان ادريس محمد علي ابو خالد اتامرات لتحذي يكون انبلا اتندال وفن لعلى له الدور كل لمجتمع للأمور روتا قدم الله تكرين سيوب بزه وقت افسبت اختطافه هاد كان حنام رأي من دي انقيس صحفيين وفنانين ابحود ازدعوتات تخنتيلة بالرئيس اتراديو سيوب لك قدمناه وقرر الله قل التلالح سوب لها برنامج اتو فنان ادريس محمد علي قدم كل اسامن هاد كان مبعنام لك الآي معلمي إدريس محمد علي بهلت إدريس قرون سنتيت أجل سبكران اندي قبي أجل بعدام التنسية كرن سعيوب استاذ إدريس محمد علي إدريس قرون منتو أتآمرات لا تحزى مثلني مثل استاذ إدريس قرون من أسلافات سنة 1990 مدرسة طابرا درساي سنوية تتليكو نتآمر مثل استاذ إدريس قرون اتأمر ودرجة تعليم سنن يحنام استاذ إدريس قرون لكن اقل قدامكم قدامتي يكون مستوى تعليم وبعد رأي يكون قربوا لنا برام منا اتندال لي علو وأديب أول تسعينات لما تغيير مسلو لما معلمين مدنيين توم أمان استاذ إدريس قرون درسوا فتوا الحشو معلو إدريس قرون مثل نقوش ومثل عبي اتوقت الدال السحاق والتلهية للدال وللتلهية نبرا واتوقت شغل لكن لقبت مجاملة علوم إذن درساه كمحو عبي وابن دقبا لنسه وقبي لنحبرت العالم إدريس قرون استاذنا لغة إنجليز من معلام حنا لكن كم استاذ معنويات مربي أدب واحترام يثبت نبرنا دي بدرسة ابلبنا قرب ثبت على فنجينا وفنجيه حاجز يعلاني حنا هوتو من كتر دي بحد انقرب علنا منا دي مدرسة ثورة سنين لأدرسة هناتي يكون منا حدايس مدد كربت لمسؤو مدنيين معلمين مثلتنا يا علام حتى دول مثل دراسة الدرجاتنا واجب أو امتحان دول لتكاحد بلغة إنجليز إقلي عندك عشاشكم درجاتي توسكوني أنا دي بالله أدبر سهل مثلكم عالقوت أمثله ليكم أنتم دي بالله كدان عند تتوالدوا استاذ إدريس من جامعة دمشق سوريا تخرجت لبل لا سحق عنا علام لبعد حنا دراسة حديثكم تقبل دقلو ولا تلهياهو نأمر عنام استاذ إدريس قرون من مدرسة طبرا اتكرن مدرسة سكندري دول ياما ماما كل دول نترى عنام استاذ إدريس قرون حداكم سمعكو اقلبارو كلو
اتكرن عد حباب ما تعلكم اتقبال بيت كستان عند مريم جزا ورقات اتحجز كبت كتيتاي لعلت بيتو اتا اتحسنوت بهلات الشهر العسل اتهلا متأكوهم بارك كلو ومن صبحتا اتمسيتا نتهاجك وعلنام جيران عد استاذ إدريس قرون عد بيبي وعد عمك هلو لأمرهم قبين ديبي من سألكوه اتلبيس إيهو لي عالكو مولاد السليني مولاد هيتكم حنا دول السليني مرة تفكركم مثل أبوي وعماك وولادهم علاقة سنيتكم بومبا حبريني أنا كمسلو مولادي أمرني استاذ إدريس قرون ما مثل أتكارج العلايا اكل اللي مولاد الأمر ويبي لكن ما شاء الله تبارك الله مولا سن الأمر علام بزحام رئيكو قل إرتريا وشعبا سنيت للحسبوم نا استاذ إدريس قرون لكن زايدة التام لقل لود الحزة إن دي لتحلل السبال شكل على إنسان توم حقه دايو قل بارك له اتبيتو دول متأكوه ومثلو إلام لعن ما عمل بزح داقة مقليه اتقربت اقل انبر قرور من الجبي زياد تعليم ووسفكو وما المويت حق لام ودمين آدم لكن حشمتو اتعدو وشفروتا بهليكمتو كنكم يوم افك قدام إلا هجال استاذ إدريس قرون لبيلايا أكهد لما علم مجتمع لاتو فنان إدريس محمد علي مرو أكي منبرو عليو اقلو سف دول حزاب هلاتوم أكي نبرا وأكي منبرو أسك مدول كله والسف مدرسة التروم اتي مدرو لها الله كمسال حدا يودي حانت تقروا لنبر هجا سنيتي لسئي عند الحزك السارو اتأثرات لسئي مثل سبو ودارو أتفحكون وأمسي حتى مدة مدينة كرن أنا وأستاذ قرون كبابتنا وندين نتقسي أخبار من حد ناس أنام لمدة ريمات كمثل ريم وقت رسعي يقباتي يكون أكان لديبات كبابتنا وتهاجكنا فنجا قهوة أرقاي
وكان هوتيل انبطر علنا مثلني التا عند عندها تتأمر لعلات أفريقيا بيت موسيقى حلاية تتحل علات أول سلميتا حرف عليه بديبا انك من رئيتا لا بيه السكيبا حلاية فنان إدريس محمد علي إلا حلاية أنا وأستاذ إدريس قرون ديبا أكان لإلا إبي ديبا مبتر ميكروفون ابكرن وقل تسمع علات لا بس وقت وروت من كلهم كلوت معلمية دول فقد لا مكالاي لازم مسلو فقدهم استاذ إدريس محمد علي إدريس قرون وفنان استاذ إدريس محمد علي اسماء يوم حد مثل ومثل لا بقتوما حد مثل ما تنسيت برنامج مسؤول منتوم سهم لا كلوت معلميات حنتي لا تبلا رئيس اثبت لا كلوت استاذ إدريس محمد علي إدريس قرون واستاذ فنان إدريس محمد علي دسالة برخت لأدالي موضوع ولا يكفال دي بلا طعم اللان كالا يكفال ستمت سامن اقل لتقدم قلكم توم
كيرن سأيوب. في البداية أرحب بمستمعين إذاعة سأيوب، وأرحب بك أيضا الأخ عادل، وبالرد على تساؤلاتك عن الانتصارات التي يدعي رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد تحقيقها في إقليم العفر. وللرد على هذه الأسئلة يمكننا الرجوع إلى الوراء قليلا منذ أن بدأت الحرب. طبعا هذه الحرب الأهلية الدائرة الآن في أثيوبيا بدأت في 4 نوفمبر 2020، وتم تطويق إقليم تيغراي من الجهات ال4، من الشمال والجنوب ومن الغرب ومن الشرق. وأن أبي أحمد خلال الحملة العسكرية التي توجه بها إلى إقليم تيغراي أعلن أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أصبحت كدقيق تم ذره في الهواء الطلق، وبالتالي أعلن رسميا نهاية المسيرة السياسية والمسيرة العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ولكن علينا أولا أن نتحدث من هي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. طبعا هذا التنظيم غني عن التعريف، وأن هذا التنظيم حقق انتصارات عسكرية وسياسية في داخل إقليم تيغراي وفي عموم الدولة الأثيوبية منذ نشأته في عام 1976، وأنه في عام 91 دخل عسكريا أديس أبابا بعد إسقاط نظام منجستو حيلة مريم، وأنه هذا التنظيم أسس تحالف سياسي في عام 1989، وبالتالي هذا التحالف اللي هو الجبهة الثورية لشعوب أثيوبيا حققت صيغة سياسية في أثيوبيا، وبالتالي أعلن الدستور سنة 1996، وهو دستور 96، وبموجبه حكمت أثيوبيا قرابة 27 عاما مع بقية الأحزاب في نظام فيدرالي عرقي. وتقريبا هذا النظام الفيدرالي العرقي يتناسب وطبيعة التركيبة السكانية في أثيوبيا، حيث أن الشعب الأثيوبي مقسم إلى قوميات مثل الأورومو والتيغراي والجامبيلا وبني شنغول والصومال والعفر وما إلى ذلك. ولكن أنه أبي أحمد جاء مدعوما من الغرب، وهذه لا شك فيها، وأن أبي أحمد جاء من خلفية تنفذ ما يعرف بصفقة القرن. وصفقة القرن هي تتكون من شقين: شق شرق أوسطي يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية وتقسيم وتفتيت الدول العربية على أساس عرقي وطائفي وجهوي، وكذلك ما يتم الآن في أثيوبيا هو الشق القرن الأفريقي من صفقة القرن. وبالتالي أن النظام الإريتري سابت السياسة فورجي أصبحت وكيل إقليمي لتنفيذ مثل هذه المشروعات. وبالتالي هذه الحملة التي تدور روحها الآن، أو الحرب الأهلية تدور روحها الآن في أثيوبيا، هي حرب لتنفيذ صفقة القرن، وهي
صفقة تسعى إلى خلق قرن أفريقي كبير، يعني كبير بعدد دوله، تقسيم اثيوبيا إلى 8 دويلات والسودان إلى 5 دويلات وهكذا. وبالتالي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في هذه المعركة هي تمثل شعب إقليم تيغراي تمثيلا شرعيا، لأنها تحظى بشرعية تأييد الشعب التيغراوي، وكذلك هي كونها كانت جزء كحزب حاكم وفي ذات الوقت أنها تترأس حكومة إقليم تيغراي لها المشروعية بكل ما تهم كلمة معنى. وهذه الشرعية والمشروعية تم تأكيدها في الانتخابات الأخيرة التي جرت في إقليم تيغراي، وهي تلك استحقاق انتخابي من المفترض كان يعم كل أنحاء اثيوبيا، ولكن أبي أحمد لحاجة في نفسه أجل الانتخابات، ولكن التيغراي أجروها، واختار شعب تيغراي الجبهة الشعبية للتحرير كممثلا شرعيا له ضمن 5 أحزاب تنافسوا في تلك الفترة. نأتي في العملية العسكرية تمت في اثيوبيا. تيغراي الآن تواجه أكثر من 5 دول، وأن هذه الدول موجودة مثلا النظام عصابة السياسة فورجي، وطبعا هذه العصابة لا تمثل الشعب الإريتري كونها لم تكن مثلا قيادة منتخبة لا تسندها الشرعية ولا تسندها المشروعية، وبالتالي أنه عصابة اختطفت الدولة الإريترية بالحديد والنار. ومعهم مجموعة من الدول العربية تعمل في دعم لوجستي هائل جدا، وبالتالي أنه تمت محاصرة الإقليم. فالتيغراي لجأوا إلى حولوا الحرب إلى حرب عصابات وحرب استنزاف بالنسبة للقوات الأثيوبية، وبالتالي التيغراي استطاع أن يلملم أطرافه. وكما رأينا في الصيف الماضي استعادوا كامل أراضي إقليم تيغراي وعلى رأسها مدينة مقلة، واستعرضوا الأسرى الأثيوبيين قرابة 13,000 أسير في طابور مشهود يعني. ولذلك المعركة التي تدور الآن عندما تم محاصرة شعب إقليم تيغراي، حاول تيغراي أنه أيضا يمارس نفس اللعبة، فبالتالي اتجه إلى شرق البلاد وتحديدا إلى إقليم العفر لقطع أو لإغلاق الطريق الدولي الرابط بين جيبوتي وبين أديس أبابا، لأن الحكومة الأثيوبية والنظام الإريتري أيضا أحكموا قبضتهم في معبر الحمرة وكل الحدود الأثيوبية السودانية، وبالتالي ظل فوق ذلك ظل النظام الإريتري والنظام الأثيوبي يكررون بين الحين والآخر بأن السودان يدعم جبهة تيغراي، وأن السودان تم القبض على مجموعات مسلحة كانت تريد أن تمارس التخريب، خاصة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة وما إلى آخره. وكل هذه الادعاءات التي كانت توجه للسودان هي محاولة لتحييد السودان في الحرب الدائرة في اثيوبيا. وطبعا السودان حسب علمي أنه لا يقدم أي مساعدات أو أي معونات للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي،
بحكم أنه هذا الحدود مغلقة تماما، هي حدود برية كانت موجودة، لكن هذه الحدود مغلقة بقرابة 40,000 جندي من الطرفين، من النظام الإريتري وأيضا من النظام الأثيوبي اللي هو الجيش الفدرالي الأثيوبي. فبالتالي أنه لا أحد يعبر، فنقل المعونات تحتاج إلى أرتال من العربات تتحرك في وضح النهار، ودي أرض مكشوفة، يعني ليست أرض فيها جبال وعرة أو التواءات جغرافية، وإنما أرض مسطحة واضحة تماما، ناهيك كأنه أرتال سيارات لو تحرك فيها بشر بيزهر يعني. فلذلك التجراي حاولوا كذلك وحققوا انتصارات، لأنه ليس كل العفريين هم موجودين مع أبي أحمد، لأنه هذه القضية مثلما الإريتريين حتى في معسكر المعارضة الإريترية منقسمون ما بين من يؤيد العصابة وما بين من يتمسك بكفاح ونضال وحقوق الشعب الإريتري في التخلص من هذه الزمرة الفاسدة. ولذلك التقاطعات ما بين هذه القوميات كلها موجودة. هنالك عفر متحالفون مع التجراي، وهنالك عفر متحالفون مع أبي أحمد، وحتى أبناء التجراي جزء منهم متحالفون مع أبي أحمد، وهذا شيء طبيعي بين تقاطعات مصالح بين هذه الأطراف وهذه الأفراد، وأعتقد أن هذا الموضوع ليس فيه إشكالية. ما يتم الآن هو أنه التجراي أحرزوا تقدم هائل جدا في مسار إقليم الأمهرة، فأسقطوا كل المدن الرئيسية والمناطق الاستراتيجية مدينة وأخرى، مثلا شوالبيت وكذلك في دبرسينا، والآن هم يحاصرون مدينة دبر برهان. ولذلك أن التجراي أحاطوا بالعاصمة الأثيوبية مع حلفائهم في جبهة تحرير أورومو، وأنه لا ننسى أن التجراي هم كأقلية سكانية في أثيوبيا لا يستطيعون أن يحكموا أثيوبيا بمفردهم، فبالتالي أعادوا نفس التجربة التي كانت في عام 1889 وألفوا تحالف جديد استعدادا لحقبة جديدة من حكم الدولة الأثيوبية، وأن التحالف تشكل من 9 فصائل أثيوبية تمثل كل القوميات الكبيرة التي تشكل 9 ولايات أثيوبيا إدارية. ولذلك أن هذا التحالف اللي هو الجبهة المتحدة للقوى الفيدرالية، إذا تم اقتحام أديس أبابا عسكريا فلا شك أن هذا التحالف هو الذي سيتولى أمر الحكم في أثيوبيا لاحقا. ولذلك أن المجتمع الدولي سعى حتى لا تتجذر الحرب الأهلية بين هذه المكونات، ولكن تعنت النظام الأثيوبي لإيه؟ لأن النظام الأثيوبي يقود رئيس الوزراء أبي أحمد. هذا أبي أحمد صنف جبهة التجراي كمنظمة إرهابية، وبالتالي كل القرارات التي اتخذها أصبحت عائقا له في إجراء أي حوار مع الجبهة الشعبية لتحرير التجراي. في الخلاصة المجتمع الدولي علم حجم الجهتين وبرامج الجهتين في إدارة الدولة الأثيوبية، لأن أثيوبيا فيها تعدد عرقي، تعدد جغرافي، وبالتالي كان من الأنسب أن تحكم أثيوبيا وكذلك، لأن تجربة 27 عاما أثبتت أن أثيوبيا نظام الحكم الأمثل بالنسبة للدولة الأثيوبية هو الفيدرالية العرقية، ولاية التجراي مثلا، ولاية الأمهرة، ولاية الأورومو وكذلك، وأثيوبيا تبقى دولة اتحادية فيدرالية، وكل ولاية تتمتع بإدارة ذاتية،
وسواء كان على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى الأمني. أما معلوم في النظام الفيدرالي فإن كل هذه الولايات تلتقي في الحكم الفيدرالي فيما يتعلق بالدفاع والخارجية والأمنية والمالية أيضا. ولذلك أن المجتمع الدولي أصبح يراهن على الجبهة المتحدة للقوى الفيدرالية الأثيوبية التي تم تكوينها الشهر الماضي في واشنطن، وأصبح أن التجربة قاب قوسين، فلجأ أبي أحمد إلى تلك القوى الإقليمية والدولية بالإضافة إلى حليفه الاستراتيجي سياس أفورقي، وتم نقل 4 فرق عسكرية من مناطق حجر ومناطق بوبي ومحكلاي، وتم نقل هذه القوات بطيران تابع لدولة عربية ودولة عربية خليجية، وبالتالي تم نقل هذه القوات إلى إقليم العفر، وهي الآن التي من تقود هذه الحرب جنبا إلى جنب مع القوات الخاصة لإقليم العفر والقوات الخاصة لإقليم الأمهرة. وأن أبي أحمد هنا أراد أن يتمسح لأن الخطة الموضوع حاليا هي إخراج إبعاد الجبهة الشعبية لتحرير تجراي من إقليم العفر، وتأمين الخط الدولي اللي هو الطريق الدولي الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا، باعتبار أنه ده يمثل شريان حياة بالنسبة للدولة الأثيوبية، ويتم إبعادهم من هذه المنطقة، ثم يعملوا على تطوير الهجوم من الناحية الشمالية والناحية الشرقية، وكذلك أن الناحية الغربية مغلقة. فيتم الالتفاف إلى مدينة مقلة حاضرة إقليم تجراي، وبالتالي بهذه الخطوة هم يحسبوا أنهم يبعدوا أو يتم إبعاد قوات الجبهة المتحدة، سواء كانت قوات مشتركة بين الأورومو وبين الجبهة الشعبية لتحرير تجراي من محيط العاصمة أديس أبابا. وأنه أبي أحمد راهن على هذه الخطة، وبالتالي أراد أن يقلد أباطرة أثيوبيا كلما كانت الحرب. مثلا رأينا يوهنس قاد الحرب ضد المهدية في السودان، وكذلك منيليك كان بيقود الحرب بنفسه، وكذلك تيدروس أيضا كان يقود الحرب اللي خانوا فيها يوهنس، ودي قصة معروفة يعني. فبالتالي هو كما تمنت له أمه أو والدته زي ما كما قال يعني هو أن أمه قالت له أنك ستصبح الملك السابع في أثيوبيا، فبالتالي هو يتقمص هذا الدور، فذهب إلى جبهة القتال، ولكن هو ليس في جبهة القتال بحسب الصور التي بثت، وإنما أبي أحمد مع كامل قياداته العسكرية بيتجول من منطقة لمنطقة. معناها هذا إيه؟ هذا أنه هنالك قوات أخرى وقيادات أخرى هي من تقود الحرب، لأنه في قيادة الحرب لا يمكن أن يتصورها أحد بهذا الشكل، يعني أنه يدع طرابيزة في ميدان ويجمع من كتيبة لكتيبة ويخاطب الناس وكذا. طبعا هو يكون دور توجيهي، لكن طالما هو تواجد في أرض المعركة، فبالتالي إذا كان القائد أو المسؤول رفيع فلا بد أن يكون لديه غرفة عمليات، سواء كانت هذه الغرفة في خندق أو في غرفة أو في غرف مغلقة. فأعتقد أن أبي أحمد راهن على هذه الخطة، وبالتالي أنه عاوز يظهر كبطل قومي في أثيوبيا. ولكن في الحقيقة أبي أحمد أولا لديه خلافات مع مكون الأمهرة، ومكون الأمهرة طبعا هي مكونين وأكثر. مكون
في الأصل كان حليفا مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، وده يمثله دمكا مكونن، ومكون كان نشأ في أريتريا، وشكلوا في عام 2004 الجبهة المتحدة الأثيوبية التي هرب منها مولا أسقدوم كممثل للجبهة الحركة الشعبية لشعب تجراي اللي هي دمحيد. وبالتالي هذين المكونين مختلفين تماما، وبالتالي كل طرف يريد أن يلغي دور الطرف الآخر في إدارة إقليم الأمهرة أو لإدارة الدولة الأثيوبية، لأن الأمهرة يعتبروا أن هم الأثيوبيين بالأصالة، وبالتالي كل هذه الشعوب عبارة عن كومبارس، فبالتالي هم الأحق والأولى بحكم أثيوبيا. وطبعا هذا الكلام زمن انتهى ولن يكون حتى الأمهرة لم يحكم أثيوبيا لأنهم مثلا قوة خارقة، وإنما كانت لهم ارتباطات إقليمية ودولية، وبالتالي حكم أثيوبيا لفترة ما. لكن الشعوب الأثيوبية نظمت صفوفها، وأن الوعي السياسي والوعي التنظيمي أصبح في أثيوبيا في كل بيت وفي كل زقاق. ولذلك مثل هذه الترهات أنه تحرر منها الشعب الأثيوبي. دي من ناحية. الناحية الأخرى أن أبي أحمد ليس له ثقة في قياداته العسكرية، والدليل على ذلك الآلاف التي تم أسرها في معركة مقلة، وفي المعارك التي دارت كذلك في إقليم العفر، والمعارك التي دارت في إقليم الأمهرة. وبالتالي أن أبي أحمد تولى الأمر بنفسه لأنه لا يثق في قياداته العسكرية، وبالتالي أنه ما يجعله يظهر كبطل قومي وقائد عسكري إلى آخره. فبالتالي ما يمكن تأكيده الآن أن المعارك التي تدور في إقليم العفر الهدف منها هو إبعاد الجبهة الشعبية لتحرير تجراي من الطريق الدولي اللي هو شريان حياة بالنسبة لأثيوبيا، والالتفاف من إقليم العفر، وبالتالي تطوير هذا الهجوم من الشمال من ناحية إريتريا، والاستيلاء على مدينة مقلة حاضرة إقليم تجراي، مما سيساعد ذلك على إبعاد الجبهة الشعبية تحرير تجراي وحلفائها من الأورمو والإثنيات الأخرى عفريين على صوماليين على كذا. فبالتالي هذه هي خطتهم، ولكن من المتوقع هنالك مفاجآت قادمة، وبالتالي هذه المفاجآت ربما، يعني أنا ما عندي معلومة، ولكن تحليلا لربما الأورمو يفاجئوا النظام الأثيوبي بشن هجوم من الجنوب من إقليم واللقة، وهذه المنطقة قريبة جدا، وأنه مناطق تواجدهم في إقليم واللقة ليس بعيدا من العاصمة أديس أبابا. فأنا أعتقد أنه هي مسألة وقت سقوط أديس أبابا بيد قوات الجبهة المتحدة للقوى الفيدرالية الأثيوبية، هذا التحالف الجديد، وهو سيشكل لاحقا النظام الفيدرالي كما كانت أثيوبيا بدستور 96، ولكن ربما يكون في تعديلات أو ربما يكون في تطوير لهذه الرؤية، وبالتالي أن هذه الرؤية مجربة لمدة 27 عاما. فعليه أبي أحمد حيخسر هذه الحرب، وأنا كنت كتبت سيخسر تحالف الشر هذه المعركة، وفصلنا هذه المسائل تفصيلا باعتبار أن الحرب ليست نزهة. أما فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرض له الجيش السوداني في أول أمس، فهذا تقريبا
هو يتعلق بنفس المعركة التي تدور في إقليم العفر، وبالتالي هذه كانت جس نبت للجيش السوداني وللحكومة السودانية، وأنه نظام أديس أبابا والنظام في أسمرة دائما يستغلون مثل هذه الأوضاع التي الآن تجري في السودان. في السودان كانت في أحداث تمت في 25 أكتوبر، وأن الحكومة السودانية الآن كما هو معلوم توسل الفريق عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأنه السودان يمكن أن يلعب دور كبير جدا في إرساء السلام والاستقرار وحل النزاعات بالحوار في هذه المنطقة، وهذا ما لا يرضاه النظام الإريتري والنظام الأثيوبي حاليا. وبالتالي الهجوم الذي تعرض له الجيش السوداني كان حالة من جس نبض، ولكن انعكس الواقع، فالجيش السوداني استطاع أن يسد الهجوم وأن يقود هجوما مضادا، واستولى على بعض المناطق باعتبار أن الفشقة هي أرض سودانية 100%، وأن هذه الأرض حددها اللي هو القانون الدولي باعتبار أن الدول الوطنية قامت على الحدود الاستعمارية، وبالتالي تم ترسيم هذه الحدود بموجب اتفاقية قوي سنة 1902. وأما الذي يتعلل به النظام الأثيوبي اتفاقية 1972، هذه اتفاقية ثنائية وليست اتفاقية دولية، وكانت تتعلق بالسماح لبعض المزارعين الأثيوبيين أن يزرعوا، وتم تحديد العدد باعتبار أن السودان ليس لديه مشكلة في أن يسترزق بعض السكان الأثيوبيين المجاورين للحدود السوداني. وبالتالي السودان استولى على معسكر ملكامو، والآن برضو في منطقة ومنطقتين موجودة على رأس الحدود لربما يتم استعادتها خلال الأيام المقبلة. فكما انعكست الخطة على وهزم الجيش طبعا، يعني الجيش الأثيوبي، وتم تأكيد أيضا مشاركة وحدات من الجيش الإريتري، أنه سياس أفورقي، احنا قلنا أنه سياس أفورقي هذا اعتبر نفسه وكيل إقليمي للقوى المعادية لشعوب القرن الأفريقي، وبالتالي وضع كل الإمكانات البشرية والإمكانات المادية لهذه الدول العدوانية بحق هذه الشعوب التي تدخلت في الشؤون الداخلية لدول هذه المنطقة، وبالتالي فتتوا هذه الشعوب إلى عرقيات إثنية وطوائف دينية وتنظيمات جهوية، وبالتالي استخدموا فيها شد الأطراف، بحيث أنه دائما في أي دولة تحديدا في دول العالم الثالث قد تكون أن التنمية متركزة على مركز السلطة في الدولة، وبالتالي قد تعيش المناطق الطرفية في وضع أقل من الناحية الخدمية، وبالتالي هؤلاء استقلوا مثل هذه الأشياء واستخدموها في بث النعرات وبث الفتن، بحيث أن هذه الشعوب تقتتل فيما بينها، ومن ثم يتم تقسيم هذه الدول، وستظل حتى لو تم تقسيم هذه الدول ونتجت عن هذه الإشكالات الموجودة المصنوعة من الخارج دول، فستظل هذه الدول متحاربة متشاكسة
سواء كان مثلا في مسائل الحدود. وعندنا في جنوب السودان مثلا في خلافات حدودية بين جنوب السودان والسودان، وبالتالي ستظل هذه الدول في أنها ستظل متشاكسة ومتحاربة في الموارد، وكذلك في التداخل القبلي الذي سيتم باعتبار أنه في هذه الدول في تداخل بالذات مثلا في السودان. يعني السودان بلد قومي، وبالتالي كل السودانيين مثلا متداخلين. تلقى ناس من الشمال موجودين في الغرب، وناس من الغرب موجودين في الشرق، وناس من الوسط موجودين في الشمال وفي الغرب وفي الجنوب. وأنه البيئة السودانية بيئة جذابة كمواطنين، وليس أي مشاكل تتخلل مثلا العلاقات الاجتماعية لدى الشعب السوداني، ولكن العدو أراد أن يفعل ما يريد بهذه المكونات التي تقتتل في أثيوبيا وكذلك في مناطق أخرى. وعليه المتوقع أن هنالك مفاجآت حتظهر في الأيام القادمة، وهذه المفاجآت سوف لن تكون لصالح نظام أبي أحمد والنظام الإلكتروني. هاي تمت تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم. دي بتوبيا مدينة أديس أبابا لعلى مكتب قلة مفوضية لاجين يونيت HCR ومكتب لاجين عايدين ARRA سبت دبام إقلا دي بديس أبابا لهلو إرترين لاجين زيادكم شاكل يوم الإرترين من أديس أبابا حبراهم اللهم كل وقت مكتب من نحل في الجمعات يوم 26 نوفمبر كم سلدبو إن أكدوا الإرترين دي بتوبيا إقامة لاجين إن تهيبو نبر العلو وصل سيد دولة إقل سافرو لطفنا تاجرات واديام العلو كمتم هذا لكن مسلدبتنا اللي مكاتب لبلاد فنات أقبوي قبل على إجراءات اذكرهمكم هلا أكدوم مدبوتنا إلى مكاتب لب يونيت HCR استلسيت دولة لتوطنوا وفيزا السفر لتلتاكو لعلو إرتريين ما تأثير وادتهمكم هلا تأمرام مدبوت مكاتب مفوضية لاجين وعايدين منظمة مجلس كران إقل دولو تلل بالحقيقي للسمع من محلام إقل فجأتكم دبا لكن لتأمرت لبوم مكاتب لاجين منظمة مجلس كران وقلت لجنات أمن حكومة فدرالية إثيوبيا كم دبا توتو تتهدق الهلام حسب ما تنسيتنا اليوم دولوا على برنامج كرنسو يوب دي بالله تمام هلا دحم والسلام حدقناتكم